السلام عليكم البنات. لهنا راح نخدموا مع بعضنا لا شابلير، يعني هذا فيديو خفيف وظريف على بالي كامل تخدموا لا شابلير ونروحوا نرحيوه ونصفيوه. تجيبي الاشوار تاعك تلوحي بشويه برك، يعني ما تكثريش. لا تحبي تزيدي تهرسي هرسي، انا دوك نزيد نهرسو شويه قبل ونرحيوه. شوفوا انا البنات لنا قطع كبيره حكمت غير نحليلها برك وندقدقوا شويه باه يجي سهل الاشوار. ونرحيو المهم الكميه تاعنا كامل اللي راهي عندنا، ونحطوا لهنا هاني موج تاع صيار ولا غربال كون تحبوا، يعني ذيك شويه انا مفتوح شوي. صيروهم مع بعضنا. دوك نكمل العمليه راح نشوف مع بعضنا. لهنا البنات كملت الشابلير، هذه هي الكميه كامل. نتوما يعني لا حبيتوا كنتوا بالكم واسع يعني يبسوا خليوه يبس وحده، ولا كنتوا مزروبين حمصوه في الكوشه برك. دوك لهنا نغربلو في السيار ونرجع لكم. شوفوا هذه الكميه كامل انا خليت حبيت يقعد فيه شويه هذا هكذا خشي، ما حبيتش نديرو رطب طول. اذا حبيتوه ديروه رطب ديروه زيدوا ديروا يعني في السيار يكون شوي مغلوق، مش كيما هذا انا درت هذا هكذا المفتوح. هذا خشينا اللي طيحتو منه يعني رميوه للوعال والله اكبرك ولا الحيوانات ياكلوا. اما بالنسبه لهذا دوك نديروا له شويه توابل، عندي توابل دجاج، نديروا له شويه كمون ونديروا له الملح ونديروا له شويه فلفل احمر. دوك لهنا ندير 2 مغارف توابل دجاج، الرائحه تاعهم عاطره تسخف. نزيدو نديرو 2 مغارف فلفل احمر، يعني هذا الفلفل الاحمر اختياري برك، انا حبيت به ما يجينيش اشهب برك. وعندي نصف ملعقه كمون. ولا شفتوا الخبز تاعكم مالح ما كان له ديروا الملح، انا هذا الخبز ماهوش مالح بزاف بصح ندير ذره برك، يعني مش فرض يعني ديروا بزاف الملح، تحبوا تستغناو عنه طول. هذا هو الملح. دوك نخلطوا بالمغرفه كامل ونستحفظوا به في بطاط، في بورتمونجي ولا في اي حاجه اللي متوفره عندك. المهم تسكريه برك وتنقصي منه بشويه وديري تستعمليه. واذا حبيتوا كما نقولوا تخدموا منه خبز الباي اقسموا منه شويه خليوه عادي، والباقي ديروا له التوابل. كاينين اللي يحبوا يديروا به خبز الباي. البنات انا لميتو درتو لهنا في السطله وراح نغلق عليه. هذه هي الكميه اللي جاتني، قعدت شويه كنديروا فيه بورتمونجي صغير هكذا. خير من تروحوا تشريوا ولا غتستعملوا في يعني تخدموا في الدار، خير من تروحوا تشريوه ويكون ثاني تلقاوه شويه وكش ما في مواد حافظه هكذا في البيت احسن. ونقول لكم صحه رمضانكم وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.